هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح عدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. ملاك القاهرة يلا. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة؟ قال لي الأهلي والزمالك، ولا أنت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر أو كنت زهقان مخنوق، شغل محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت اقدم برنامج للرياضة، اثبت فيه ان في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغير او كنت راجل عجوز، موتور باليه كروكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، واظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. FBI باند يو. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم سبوت اون سبورت. خلينا نتفق على حاجه مع بعض في اول الحلقه، ان البني ادم او اي حاجه فيها روح مع اول ظهورها على الكره الارضيه عندها غريزه الدفاع عن النفس. عشان كده اي اسلوب ظهر في العصر الحديث للدفاع عن النفس هو ناتج عن الغريزه الانسانيه او البشريه. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose count. فزي ما قلت لكم بقى ان الانسان بالغريزه البشريه بدا يستخدم ايده ورجله في الدفاع عن نفسه. بعد كده ظهرت اساليب للدفاع عن النفس بيستخدم فيها الايد بس، بيستخدم الرجل بس، او اسلوب بيجمع ما بين الاثنين. لكن احنا النهارده هنتكلم عن اسلوب من اكتر الاساليب شيوعا في العالم وانتشارا في العالم، او رياضه من اكتر الرياضات انتشارا في العالم كله، وهي الملاكمه. بنحضر مع بعض النهارده البطوله العربيه الثالثه للملاكمه. قبل ما نروح للبطوله
حابب افكركم واعرض لكم فيديو عن رمز من اهم رموز الملاكمه في العالم كله. على فكرة سبوتن سبورت ده مش أول تواجد ليه في البطولة العربية للملاكمة، كنا موجودين في البطولة العربية الثانية للملاكمة، تعالوا أفكركم بيها. البطولة العربية الثالثة للملاكمة اللي احنا بنحضرها النهاردة بيشارك فيها 52 ملاكم من 10 دول. منافسة صعبة، منافسة قوية. تعالوا دلوقتي أوريكم أهم المنافسات. سعيد جدا بالتواجد النهارده للدول العربيه والمنافسه الشريفه اللي بنشوفها في رياضه الملاكمه، لكن طبعا وحطوا خط حوالين لكن دي، الملاكمه في الوطن العربي كله لسه محتاجه لدعم. دعم من الجماهير، دعم من الرعاه. بطوله عربيه زي دي مفروض يعني اللي احنا نشوف عليها عدد كبير من الرعاه، لان الملاكمين العرب مش هيقدروا يوصلوا لدرجات كبيره ومش هيقدروا يحققوا نجاحات كبيره غير بالدعم، اذا كان الدعم المادي او الدعم النفسي او الدعم المعنوي. كل انواع الدعم يا جماعه مهمه جدا. عشان كده انا النهارده بناشد كل الجماهير او كل الناس اللي بتحب الملاكمه ان هم يتواجدوا في البطولات دي. بناشد كل الشركات والقطاع الخاص ان هو يدعم البطولات دي وينزل عليها كراعي، علشان الناس دي محتاجه فعلا الدعم والرعايه. I got this, yeah. دكتور عبد العزيز، احنا متواجدين النهارده مع بعض في البطوله الثالثه، كنا متواجدين قبل كده مع بعض في البطوله الثانيه. في فرق، شايفين ان في تقدم. البطوله ما شاء الله من ساعه الافتتاح لحد النهارده في الختام الفرق واضح وباين، واكيد الاستعداد
كان من قبلها الفتره. نعم. فكنت حابب اعرف يعني استعدتوا ازاي وايه المختلف عن البطوله الثانيه اللي استضفتوها في مصر السنه اللي فاتت؟ شوف حضرتك، هو احنا لما اهتمينا، احنا في الاتحاد العربي لما اهتمينا ان احنا نعمل بطولات شباب، البطوله الاولى احتضنتها المغرب في 2016، كان مشارك فيها 4 دول فقط. فاحنا بنبني هؤلاء اللاعبين، الجيل الموجود ده دلوقتي ولاد مواليد 2000 و2001، احنا بنبني لهم مستقبل تدريبي ومستقبل تنافسي قادم، مقتنعين بامكانيه هؤلاء الابطال. فطلبنا السنه اللي فاتت تنظيم هذه البطوله على ارض مصر، كانت مواليد 99 2000 برضه في مرحله الشباب، فنجحت نجاح باين جدا. اشترك فيها 11 دوله. طبعا انت عارف لما نقول بطوله في مصر يعني كل الدول العربيه عايزه تيجي مصر، ف 11 دوله اللي هم عندهم ملاكمه جم فعلا، وكانت بطوله مميزه جدا. لما جينا بقى في مرحله الاعداد النهائي لفريق الشباب اللي هم عشان يشتركوا ان شاء الله في الدوره التاهيليه وبطوله العالم والدوره الاولمبيه للشباب في اكتوبر القادم، برضه احنا عرضنا على الاتحاد العربي ان احنا ننظم هذه البطوله، لان احنا مسمين 2018 ده عام الشباب، لانهم عندهم 3 بطولات، البطوله العربيه وبعدين البطوله التاهيليه وبعدين بطوله الدوره الاولمبيه للشباب. فطبعا احنا اول ما قلنا ننظم بطوله موافق بالاجماع، جه 11 دوله زي ما سيادتك شايف. انا كنت باكد بس حضور تونس والجزائر والمغرب، لان هم دول المنافسين الحقيقيين معايا على المستوى العربي والمستوى الافريقي، لان احنا ان شاء الله التاهيل هيبقى من 5 ل 12 مايو في المغرب. فكان عايزين نشوف اللعيبه خصوصا عن 3 دول دول، تونس والجزائر والمغرب ومصر، هم دول 4 دول مميزين في المستوى العربي والمستوى الافريقي. فالحمد لله اولادنا تم اعدادهم اعداد طيب بالنسبه للناحيه الفنيه. جبت لهم مدرب كوبي مستر فرانشيسكو، واضفت معاه 4 مدربين وطنيين مصريين عشان يستفيدوا الخبره، تبادل الخبرات. والراجل ده يعني من افضل المدربين في العالم، كان ماسك منتخب كوبا للشباب. فطبعا عشان واحد يبقى كان مدرب منتخب كوبا للشباب، اعتقد انه يبقى مسيرته كويسه. وبعدين هو معاه 3 نجوم اللي هي التدريبيه، يعني اعلى مستوى تدريبي في العالم. عملنا لهم معسكرات في المؤسسه العسكريه في الكريستيب وفي المركز الاولمبي، عمل لهم اكثر من 20 لقاء تجارب عشان نختار افضل الناس. يعني احنا لو قلت لحضرتك احنا جربنا حوالي 600 700 لاعب عشان نوصل لل10 دول. النهارده احنا بنشارك بتسعة ملاكمين في النهائي من 10. في النهائي بس في البطوله بنشارك ب10. لاعب واحد بس اللي هو الليبي ده خسر من اول يوم مع ملاكم المغرب قوي جدا. ملاكم المغرب ده هيحصل على الذهبيه النهارده، الملاكم مميز جدا. وده داخلين بقى ب9 لاعبين في 9 اوزان. اعتقد دي مستوى جيد جدا، لان الاولاد اول امبارح ادوا اداء طيب بصراحه، فاجئوني بالمستوى الفني وفاجئوا كل البعثات، خصوصا بقول لحضرتك تونس والجزائر والمغرب، فاجئوهم بالمستوى الفني بتاعهم وكسبوا مكسب وكان واضح جدا. يعني ما كانش بقول لك ممكن الحكام، انا فعلا ما بخافش غير من الحكام، انما المكسب بتاع الاولاد اول امبارح ما خلاش ولا اعتراض يتقدم على الفريق المصري. فالحمد لله احنا كسبنا تنظيميا وكسبنا فنيا الحمد لله. الملاكمين المصريين من زمان وهم من الملاكمين اللي في الوطن العربي وافريقيا اللي بيتاهلوا دايما للاولمبيكس، لكن ما فيش نتائج كتير مؤخرا. محتاجين ايه لسه؟ وهتشتغلوا على ايه؟ لان احنا خلاص عندنا دوره اولمبيه الاعداد ليها يا دوبك نلحق من دلوقتي، فاللي جاي ايه ان شاء الله؟ لا هو مش نبدا دلوقتي، احنا بدانا فعلا، احنا ماشيين على خطين متوازيين. خط اللي هو الفريق الشباب اللي ان شاء الله هيتاهل للالعاب الاولمبيه في الارجنتين، والتأهيل بتاعهم برضه مش سهل، لان هو لازم ياخد ذهب بس، اللي هيتأهل لو ياخد ذهب الدوره التأهيليه. فدي طبعا صعبه جدا، يعني انت لازم توصل النهائي وتاخد ذهب. يعني ممكن تلعب دور 32 دور 16 دور 8 دور 4 دور النهائي وتطلع بره، فلازم ياخد ذهب بس. فدي عايزه اعداد ضخم جدا. عشان كده بقول لحضرتك الفريق دوت احنا شغالين معاه باكتر من سنتين، شغالين معاه كويس قوي، يعني دليل على كده ان هم الاولاد مستواهم بقى احسن. احنا شغالين على الخط الثاني اللي هو الفريق القومي الاول للملاكمه. طبعا الفريق الفيرست تيم اللي احنا بنعده يلعب الاول بطوله البحر المتوسط في شهر 6 القادم. في لعيبه طبعا جديده فيه، لازم كل ده بعد دوره اولمبيه لازم تضيف بعض العناصر الشابه للفريق عشان ما يبقاش الفريق كبير، انما ما تقدرش تستبعد الخبرات. فاحنا بنعمل توليفه من الخبرات القديمه والعناصر الشابه. وعملنا فريق كويس قوي برضه، قاعدين هنا في معسكر في المركز الزومبي في المعادي، وبرضه معاهم مدرب كوبي من المستوى الاول برضه 3 نجوم. فالدنيا ماشيه كويس ما بين المعسكرين، سواء فريق الشباب او فريق الكبير، الاثنين بيسلموا لبعض. وده تدريب ان شاء الله بعد البطوله دي ممكن نعمل لهم معسكر كمان مشترك عشان يبقى المعسكر اكثر جديه واكثر كفاءه لانتقال الخبرات من الناس الكبيره، من الشباب الكبيره للشباب الصغير.
لو هنتكلم على مستوى البطوله العربيه اللي احنا فيها النهارده، اكيد البطوله دي ليها كذا جانب ايجابي طبعا من وجهه نظركم. نعم. حابب اتعرف عليه. انا احسن حاجه سبتها من البطوله الجانب الايجابي اللي هو الجانب الفني. حبيت اعمل لهم 4 لقاءات في 4 ايام مع اقوى 3 دول اللي هو تونس والجزائر والمغرب، فانا كسبت دي المكسب الايجابي الاول في هذه البطوله. بالنسبه للناحيه التنظيميه طبعا مصر قادره على تنظيم اي مستوى، سواء عربي افريقي دولي عالمي لا احنا جاهزين ننظم اي مستوى، بس احنا بنبعت برضو اشاره للناس كل ادي التنظيم بتاعنا. الاتحاد الدولي اثنى على التنظيم، قال اول مره نشوف بطوله في محيط ال50 متر، زي ما سيادتك شايف الناس قاعده هنا في الاوتيل بيتمرنوا في صاله الملاكمه بيلعبوا في صاله المنافسات كلها محيط 50 متر، وده بيوفر حاجات كتيره قوي للبطوله جدا وللملاكمين. احنا لما بنسافر بره يقول لك مثلا في المنافسات بعيد عن مكان الرقم 40 كيلو، هو بيكتب لك كده كمان في الدعوه تعمل حسابك ان تنزل قبلها بساعتين والترافيك والزحمه وكده، لما انت بتنزل ماشي على رجليك 3 دقائق بتبقى في الصاله، يعني الولد مرتاح في اوضته او اللاعب مرتاح في اوضته الا قبل المباراه بتاعته بالوقت اللي هو هيعمل فيه الاحماء بس. فدي اعتقد دي ايجابيه ممتازه جدا، وانا بقول انا كسبت الناحيه الفنيه ان اولادنا لعبوا مع الدول 3 دول الكبار دول. خلونا بقى نكمل دلوقتي ونشوف النهارده الابطال اللي كانوا موجودين معانا في البطوله. Today, to live another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy us. ولسه مكملين معاكم النهارده وفي المركز الاول في وزن 49 هشام العوش. مبروك هشام. يعيشك الله يسلمك. يعني الجوله كانت صعبه والبطوله كانت صعبه ولا ايه؟ صعبه ايوه. كلمني بقى عن اهميه البطوله دي. مبدئيا انا بقول لك مبروك، وازاي استعديت للبطوله دي؟ انا شرف ناس الجزائر، شرف اصحابي اللي معاونتني عاونوني كثير، واشكر المدربين تاعي. استعديت ازاي للبطوله؟ يعني هل اتمرنت كويس قبل البطوله؟ اتمرنت كويس. البطوله العربيه من ناحيتك من وجهه نظرك مهمه؟ بطوله مهمه؟ مهمه. تستفيد منها ايه؟ استفيد بريباراسيون قويه ما بين الدول العربيه. المنافسه كانت قويه جدا. بقالك قد ايه بتلعب ملاكمه دلوقتي يا هشام؟ يومين 3 حتى اليوم الان. اوكي تمام. قول لي البطوله العربيه في المكسب في الرياضه هو اهم حاجه ولا الاحتكاك كمان شيء مهم؟ ايوه المكسب والرياضه مهمه جدا. ان الدول العربيه تبقى متجمعه مع بعض يا هشام شيء مهم كاصدقاء كذا. ايه رايك في التنظيم؟ التنظيم كان ما شاء الله، ومصر جميله جدا. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic, he feels
so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer. والفائز بالمركز الاول في وزن 52 الملاكم التونسي محمد عزيز. مبروك يا محمد. عايشك مبروك، عايشك بارك فيك. جولات كانت صعبه؟ في منافسه قويه. منافسه رائعه وقويه، ما حقرتش المنافس نتاعي، ما استسهلتش المباراه، حذرت كثير بفضل ربي سبحانه، بفضل الكوتش وليد، كوتش مراد، ونشكر اصحابي اللي شجعوني بالكدا، وهذا كل فضل ربي، الحمد لله يا رب. الحمد لله. محمد، الفترة الأخيرة بقى في منافسة شديدة ما بين مصر وتونس والمغرب وارتقاء بمستوى الملاكمين العرب، ده بقى مخلي طعم آخر للمنافسة؟ إيه، منها أولا نذكر المنافسة تكون قوية، والمنافسة تكون على الميداليات والمراكز التتويج وبرشا حاجات كيك. قول لي أهمية البطولة العربية بالنسبة لك يا محمد؟ عندها أهمية كبيرة بالنسبة لي أنا، خاطر أول مشاركة بالنسبة لي، ونقوم بتحضيرات الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله القادم أفضل. شايف إن الاحتكاك ما بين الدول العربية في بطولة عربية زي دي شيء مهم؟ بالطبع شيء مهم، منها على كما قلنا المراكز ورفع راية البلاد، وهذا ينتج احتكاك شديد. شايف ان الملاكمه في الدول العربيه لسه محتاجه لايه؟ نجموا نقولوا تحذيرات منها الدوليه، ونشوفوا معناها نحن نقولوا على ملاكمه اخر كيف في المدارس الكبرى، كوبا، المدرسه الروسيه الاوكرانيه، في من المدارس نكونوا نقتربوا من المستوى نتاعهم. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me. قدر في اللحظة دي مصطفى فهمي الملاكم المصري في وزن 56 اللي هو يفوز بالمركز الأول. مبروك يا مصطفى. الله يبارك في حضرتك. يعني المنافسة كانت صعبة وكانت قوية، يعني أنا كنت شايف من بره وبتفرج منافسة قوية جدا. هي فعلا منافسة قوية ومن أقوى الماتشات اللي لعبتها، وأقوى ماتش لعبته امبارح أول امبارح مع البطل المغربي، وكان ماتش بالنسبة لي يعني في المتوسط مش صعب جدا. بلعب مع واحد فاهم ملاكمة ان هو بيساعدني ان بقى ماتش جميل اجمل من كده بكتير. انت برضه تعبت يا مصطفى قبل البطوله دي؟ احنا بقالنا 3 سنين معسكرين معسكر دائم، 3 طويله جدا جدا، من ايام منتخب من الناشئين لحد منتخب الشباب، والحمد لله تمرين اعداد كويس جدا، وقعدنا بقالنا كده 3 اسابيع في المركز الاولمبي معسكر مغلق للاستعداد للبطوله العربيه، والبطوله دي بتاهلنا للبطوله الافريقيه لتاهيل الاولمبياد. يعني الاحتكاك ما بين الدول العربيه وخاصه اللي بقى المستويات العربيه كلها في الملاكمه ارتفعت، ده شيء مهم للملاكم المصري. طبعا بيساعدنا ان احنا نعمل اعداد كويس ومعسكرات خارجيه ان احنا نستفاد منهم وهم يستفادوا مننا طبعا، ان احنا بنتمرن تمرين جامد
وان هو الاعداد معاهم والاحتكاك معاهم بيساعدنا ان احنا نتاهل في الاولمبياد وبيخلي مستوانا كويس. طموحك يا مصطفى؟ طموحي الاولمبياد 2018 ان شاء الله في الارجنتين. الله باذن الله. واظن ان الاولمبياد محتاجه اعداد من الثلاث سنين اللي فاتوا. بقالنا 3 سنين فعلا بنتعدل دلوقتي. ما هو مش من دلوقتي فعلا، احنا بنعمل مباريات كل اسبوع او اسبوعين كده، بنعمل ماتشات وديه وتجارب وبطولات جمهوريه، والحمد لله وان شاء الله عندنا عسكر بره، والاعداد هيبقى اقوى من كده ان شاء الله. يعني على مدار البطولة العربية الثالثة للشباب في الملاكمة، منتخب الجزائري كان أداؤه عالي، بنشوف منه فوز، بنشوف أبطال النهاردة بيفوزوا من المنتخب الجزائري. معايا كابتن المدرب للمنتخب الجزائري برنان إبراهيم. ازيك كابتن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. على كل حال أنا في بلدنا الثاني مصر. أكيد. منورنا على طول يا كابتن. صحيح، وعندنا مستوى لا بأس به على كل حال. مستوى كمان مشرف، مش مستوى لا بأس. النهارده احنا شفنا أبطال بيطلعوا وين؟ المنتخب الجزائري بيتوجوا على منتخب المصري والمنتخب الجزائري هما في النهائي. على كل حال فيها مبارزات قوية إن شاء الله. كابتن بنشوف النهارده وعلى مدار البطولة مستوى مشرف من المنتخب الجزائري. عملتوا ايه قبل ما تيجوا البطولة دي عشان تظهروا بالمستوى؟ نعم، عملنا طلبوسات، عدة طلبوسات، حضرنا هذه البطولة العربية، وعلى كل حال ان شاء الله نفوز بميداليات ان شاء الله اكثر. عندنا 5 ملاكمين في النهائي، ان شاء الله فيها مباراة ان شاء الله قوية ان شاء الله، ونفوزوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن أهمية البطولة العربية بالنسبة لكم؟ أهمية هي بتحضير إلى الألعاب الإفريقية تاع للشباب، وعندنا بطولة إفريقية إن شاء الله في المغرب إن شاء الله على أبواب إن شاء الله في شهر أفريل وماي بين شهر، وإن شاء الله عندنا بطولة عالمية إن شاء الله في أواخر 2018، وإن شاء الله نديروا نتيجة نمثلوا العرب ونمثلوا الجزائر إن شاء الله. يعني يمكن مستوى الملاكمين العرب في الفترة الأخيرة ارتفع، بقى في مستوى مشرف جدا من الملاكمين العرب، لكن من وجهة نظرك كمدرب شايف ان الملاكمين العرب لسه محتاجين لايه؟ في كان بعض الاحيان نقص امكانيات، ناقصين. هي على كل حال فيها تحضيرات. احنا يبدي ان شاء الله نحضروا مع اعلى مستوى لكي ترتفع المستوى ان شاء الله. باش ترفع المستوى لازم تلاكم احسن منك. وجود النهارده المنتخبات العربيه مع بعض واللعيبه العربيه مع بعض في تحسن. العام الماضي جينا هنا دينا 7 ميداليات، 2 ذهبيات و3 فضيات و2 برونزيات، وهذا العام ان شاء الله احسن ان شاء الله. على فكرة يا جماعة الملاكمين المصريين على طول بيقدروا يوصلوا للأولمبيكس، مش مهم بيوصلوا لإيه، بس كلهم بيتأهلوا وبينافسوا في الأولمبيكس، وعندنا أسامي كبيرة جدا دخلت الأولمبيكس زي محمد هيكل، زي حسام بكر، زي عرابي، أسامي كبيرة جدا قدرت تخش الأولمبيكس وتنافس منافسة شريفة جدا. عشان كده أنا متأكد إن في يوم من الأيام هنلاقي عندنا ملاكم مصري على منصة التتويج بالمراكز الأولى.
منافسة قوية جدا من الملاكمين المصريين في البطولة العربية الثالثة للشباب، وراها طبعا اعداد قوي. ضيفي هو الكابتن سعيد حسن رئيس الجهاز الفني للمنتخبات المصرية للملاكمة. ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا بيكم بالساده المشاهدين. يعني كل مرة بنشوف أداء مشرف من المنتخب المصري للملاكمة سواء في الشباب أو في الفريق الأول. النهاردة احنا موجودين في البطولة الثالثة العربية للشباب. أهمية بطولة زي دي إيه للملاكمين بتوعنا؟ اهلا بيكم في المركز الاولمبي. البطوله دي مهمه جدا 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 لانها محطه رئيسيه لتقييم اللاعبين والوقوف على مستواهم الطبيعي. المنافسه شرسه جدا جدا. كل الدول بتعد نفسها عشان التاهيل في دوره للتاهيل في المغرب من 6 ل 12/5 دي للدوره الاولمبيه للشباب. فكل الناس جايه مستعده، والبطوله دي دونا عن البطولات لها مستوى عالي. كل الناس جايه مستعده. الحمد لله استطاعت المنتخب الشباب المصري بوصول 9 للدور النهائي، وده يعني مستوى يعني من 10 موازين. فبنحمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا وفقنا وقدرنا نفوز على الجزائر وتونس والمغرب واليمن والاردن. المستوى مشرف، نتمنى من الله انها تتم على خير النهارده، وان شاء الله ببشرك من بدري ان شاء الله هنحصل على ميداليات ذهب كتيره، وهناخد الكاس ان شاء الله وننتزعه من فم الاسد ومن كل الناس ان شاء الله والدول العربيه. كمان انا عرفت يعني ان كان في رحله استكشافيه، يعني ال10 لاعبين الملاكمين اللي جم دول كان في اختيار ما بين عدد كبير جدا من الملاكمين قبل ما يبقى ال10 دول. احنا بقالنا سنتين بنعد هذه الفرقه لهذه البطوله والتاهيل. احنا عملنا 22 تجارب في خلال السنه اللي فاتت وبدايه السنه دي علشان نقف على احسن وافضل العناصر اللي هتمثل مصر في البطوله العربيه والتاهيل. مش كل اللعيبه هتروح التاهيل، لكن عدد كبير فيهم مبشر بالخير، مستواهم الفني والبدني عالي ان شاء الله، وده نتيجه التخطيط الكبير لقائد السفينه الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد. بيخطط ل10 سنين. الفرقه ديت بتتعدي بقى لها فتره، وده نتيجه المستوى والتخطيط الجيد لاعداد هؤلاء اللعيبه. احنا ما عملناش اعداد خارجي لكن اعتمدنا على الاعداد الداخلي. المنتخب الشباب مع المنتخب الاول، ونجحنا الحمد لله لوصول باللاعبين الى مستوى وفورمه جيده جدا جدا، كان نتاجها وصول ال9 للنهائي. منافسه قويه جدا برضو بنشوفها في البطوله العربيه المره دي، خاصه مع تقارب المستوى الدول العربيه كلها من بعض. مفيش شك المستوى عالي جدا. كل الدول عامله اعداد وجايه مستعده، لكن اطمنك واطمن كل الساده المشاهدين، نتائج المصريين 5-0 في كل المباريات اللي فزنا فيها الحمد لله رب العالمين. ده بيوضح ان تفوق الجانب المصري والمستوى الفني والبدني واضح، لدرجه ان انا عملت استفتاء مع بعض المدربين العرب وبقول لهم ايه رايكم في النتائج؟ قالوا النتائج ولا مباراه نتيجه عكسيه، احنا كنا جايين خايفين، لكن المستوى الفني والبدني للاعيبه المصريين رائع ومتميز، وده اللي مخلي مفيش واحد اعترض على مباراه. كل النتائج واضحه صريحه باينه، التحكيم محايد بنسبه 100%. دلوقتي بقى هيجي الوقت المروان، اقول لك مبروك يا مروان، تعبت زي ما الكابتن بيقول. كان في لحظات اللي انت لا اتعب دلوقتي، واعرق واجتهد. النهارده حسيت بالنتيجه وانت بتفوز بالمركز الاول في وزن 60 كيلو. طبعا حسيت بالنتيجه وحسيت بالتعب اللي انا تعبته كتير، 3 سنين تمرين و3 سنين معسكرات، تعب وتخسيس
الحمد والشكر يا رب، شرفت بلدي وشرفت الخبير اللي تعب معايا وامي وابويا اللي تعبوا معايا دايما، وطبعا شرفت الدكتور عبد العزيز غنيم اللي دايما واقف جنبنا وكابتن سعيد الاب الروحي للفريق. الحمد والشكر ليك يا رب، ودلوقتي انا شفت ان التعب بتاعي الحمد لله، والحمد والشكر ليك يا رب. واظن ان النهارده المنافسه كانت صعبه جدا. صعبه طبعا، لاعب الجزائر كان صعب، الحمد لله الشكر يا رب. السنه اللي فاتت لعبت بطوله عربيه السنه دي وجبت المركز الثاني وخسرت من لاعب الجزائر برضو، دلوقتي اديني انتقمت وجبت المركز الاول فزت عليه. الحمد والشكر لك يا رب، ربنا يوفقنا في الجاي ان شاء الله ونجيب ونتاهل. طموحك ايه اللي في اللي جاي؟ طبعا اجيب اول افريقيا واتاهل للاولمبياد باذن الله، ونجيب ميداليه اولمبيه ونشرف مصر ان شاء الله. يعني الدكتور عبد العزيز غنيم واقف دايما معانا وبيشجعنا في كل حاجه ان شاء الله. طبعا يعني تعبت اجتهدت النهارده فزت، عايزك تقول حاجه من الشباب والملاكمين برضو اصحابك والناس اللي لسه طالعه جديده وهتخش في المجال جديد، تقول لهم ايه؟ وخاصه اللي في منهم يعني بالبلدي بينخ بدري، بيتعب بدري. طبعا عشان تفوز وتجيب اللي انت عايزه، تحقق اللي انت عاوزه، تتعب في دنيتك كلها، هتتعب، هتلاقي تعب هنا، وهتلاقي حاجه بتوقفك هنا، وهتلاقي ناس بيمنعوك وناس بيكرهوك وناس بتشجعك وناس بتحبك. الحمد لله يعني وهتواجه كل ده، وفي الاخر يعني في الاخر بعد ما تحقق انجازك هتفرح وهتنسى كل التعب اللي انت تعبته زمان. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me. نقطة مهمة برضو عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، وهي تخص الرياضة وتخص البطولات العربية والدولية والأفريقية. لو إحنا عايزين نقرب دول العالم من بعض يبقى إحنا لازم ننظم بطولات دولية كتير تحت مسمى بقى بطولات عربية أو أفريقية أو دولية، المهم اللي إحنا نقدر ننظم البطولات دي في العالم كله. وبما إن مصر دولة رائدة في الوطن العربي وأفريقيا في الرياضة، فلازم نقول إن مصر عليها عاتق مهم جدا لاستضافة البطولات دي. على فكرة استضافة البطولات دي ليها يعني عوامل إيجابية كتير جدا. بنتكلم إن الملاكم المصري أو الرياضي المصري عامة بيستفيد من الاحتكاك الدولي، بنتكلم إن إحنا كدول العرب بنقرب من بعضينا في وقت إحنا محتاجين جدا إن إحنا نقرب من بعض، لأن زي ما حضراتكم شايفين العالم كله على صفيح ملتهب، فكل ما بنقرب من بعض كل ما بنعمل بطولات كل ما بنستفيد كلنا من بعض أكتر. بشكر كل اولياء الامور والضيوف الموجودين معانا النهارده، وبتمنى ان كمالة اليوم تبقى حاجه كويسه. وبشكر الناس اللي معايا اللي هو طاقم
طاقم العمل اللي موجود معايا ان هو بيساعدني في تحقيق حلمي الخاص. ايه الحلم بقى؟ الحلم اللي هو نقل فكره الاكاديميات من ان هي فكره بزنسه او فكره مكسب الى خدمه مجتمعيه، انها تبقى عمل شبه العمل العام، انك تساعد الناشئ او الطفل في تحقيق حلمه من غير ما يبقى الهدف الاساسي عندك المصلحه او البيزنس. عاملين شغل منظم جدا. الاولاد لما بيقدموا اول حاجه بيسحبوا الاستماره، بيطلب فيها اوراق معينه، في كشف طبي عشان نقدر نطمن على الاولاد قبل التمرين. بنعمل قياسات للعيبه بحيث ان الوزن او الطول او عشان نقدر نشوف قدرات اللاعيبه البدنيه. ايضا البرامج اللي احنا عاملينها متقسمه على الاعمار السنيه، من 6 سنوات حتى سن 16 سنه. مرحله الناشئين اللي هي بتبدا من 16 سنه حتى 13 سنه ده لها برنامج معين. مرحله البراعم لها ايضا برنامج معين. احنا ايضا بيوجد عندنا اخصائي علاج طبيعي واخصائي تغذيه. دايما اللعيب وخاصه في البراعم لازم نهتم بالناحيه التغذيه السليمه. كانت خطوه ديت اتاخرت كتير، وكنا بنقول ان لازم يبقى في منية النصر حاجه تاخد بايد الولاد للانديه الكبيره، لان مركز منية النصر زي ما انت حضرتك شايف مش على قد اكاديميه جونيور بس، على قد مجالات كتير جدا وفيها تفوق كبير. فاحنا بنهتم ان احنا بنوصل الاولاد لمرحله اعلى من ان هي تكون اكاديميات او مجرد نادي صغير، لا احنا نوصل للاهلي او الزمالك وانديه الدوري الممتاز باذن الله. الاكاديميات في الفتره الاخيره بالفعل بدا يبقى لها دور مهم في تنميه المواهب من الاطفال او من البراعم الصغيره، وده يمكن شيء جميل حاجه مشرفه. يعني انا بصراحه انا اتفاجئت بالعدد، كميه اللعيبه المتشاركه النهارده في الاكاديميه حاجه فعلا تشرف. مستويات مبشره، لعيبه كلهم مختلف الاعمار من بدايه من اول 7 سنين لحد 15 16 سنه، كل الناس تنظيم، كل فريق لوحده، كل جهاز فني مع الفرقه بتاعته، تدريبات، النظام الاكاديميه ماشيه بيه. بصراحه مجهود كبير يشكر للقائمين على الاكاديميه، مجلس الاداره وزميلنا احمد كوان. يعني بصراحه حاجه مفخره، احنا ما كناش متوقعين دوت. وجود الاكاديميات او النوعيات اللي هي زي الاكاديميات دي في المحافظات، يعني زي المنصوره، والمنصوره تحديدا بما انها في المنصوره، ده شيء مهم جدا لتفريغ المواهب في مصر. وانا بعتبر ان اكاديميه جونيورز في المنصوره هتبقى نقطه مهمه جدا او نقطه انطلاقه مهمه جدا لتفريغ المواهب. شعور ممتاز جدا. الناس كلها زي ما انت شايف حضرتك واولياء الامور والناشئين كلهم، لو سالت اي نجم من الشباب الصغيرين دول عايز تطلع ايه، هيقول لك بيحلم انه يطلع واحد زي محمد صلاح، واحد زي النني، ويلعب في الدوري الممتاز. تحس ان اكاديميه جونيورز هتبقى المتنفس الوحيد لمنية النصر. انا شفت اكاديميات كتير موجوده في البلد او في المنطقه عندنا هنا، ما فيش فيها الامكانيات دي بصراحه. يعني في تميز وتفرد بالنسبه حتى المدربين كلهم على كفاءه عاليه وشغل عالي جدا مع الولاد هنا. بيعلموا العيال حتى كمان الالتزام قبل الكوره، وفي اهتمام، والناشئين والكبار في اهتمام، وهم ما شاء الله يعني تحس ان هم فاهمين، ويعني فيه كويسه يعني الحمد لله. اي ولي امر طبعا محتاج ان هو يعمل حاجه زي دي لابنه وحاجه، والحمد لله لقيناها مشرفه، وطبعا الطاقم الفني كله قايم على مستوى باعلى مستوى، وما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا مشرفه لينا. يعني الاكاديميه حاجه محترمه جدا جدا جدا، قائمة على ناس تقدر ان هي تحافظ على ابني وعلى كل طفل موجود في المكان. حاجة ما شاء الله يعني ما شفناهاش في منية النصر قبل كده. أكاديمية جونيورز إن شاء الله الطريقة العالمية. احنا بنيجي نتدرب هنا تدريب بدني، ويوم الجمعة بدني، ويوم السبت بنلعب تقسيم. الأكاديمية هنا الصراحة يعني حلوة، يعني بتعلمنا البدني وازاي نباصي وازاي نلعب كده، والمدربين ما شاء الله برضو بيدربونا ويعلمونا ازاي برضو نباصي. بشكر طبعا قناه المحور اللي بنتمي ليها، لانها احد المؤسسات المحترمه جدا انا بشتغل فيها، وفريق عمل سبوت اون سبورت نيابه عن احمد نجيب، وكذلك عمرو فؤاد، وكل عزب وعيد، كل الشباب اللي بيشرفوا على البرنامج، كذلك حنفي اداره الانتاج، كل الناس بشكركم جدا. انا سعيد جدا ان انتم معايا النهارده، سعيد جدا ان انتم في بيتي، مدينه المنصوره بالتحديد، منية النصر، قريه انا بنتمي ليها، ميت الخل المؤمن. يمكن الحاله اللي موجوده، نجوم كره القدم اللي موجودين، رموز الاعلام في الصحافه، سواء مصر اليوم، سواء الاخبار،
الاطوار سواء كذا، كل حتى الفنان النجم اكمل رسلان وفريق هاكر كرو وبريك دانس الاندر راوند، كل هذه المجموعه اللي موجوده هنا، اللي جايه من اخر الدنيا، جايه من اسكندريه ولا جايه من القاهره ولا جايه من مطروح، ولكل الناس بتلتف قدام هدف واحد اللي هي اكاديميه جونيورز. احنا جايين نخدم البلد، وجايين ان احنا نقول لا ان في لعيبه كتيره جدا في الكوره، في لعيبه كتيره جدا لازم نهتم بيها في الناشئين، لان ده الاساس بتاع كره القدم. فان شاء الله يكون في ولاد كتيره هنا اليوم نصيب ان شاء الله يطلعوا على الساحه ويبقى اليوم دور ان شاء الله في كره القدم باذن الله. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف إيه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك، ولا أنت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة إن مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير أو كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش.